قرية مغيدين الكردية من عشيرة البسكان. عدد سكانها حوالي 300 نسمة، ومساحة القرية 1100 هكتار. تتبع لمحافظة حلب منطقة عزاز ناحية أخترين، تبعد عن حلب شمالا 45 كيلومتر، وعن عزاز شرقا 24 كيلومتر، وعن أخترين شمالا 15 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب قرية قرمزرع، ومن جهة الشرق البطال الشمالي، ومن الشمال حدود التركية ب1 كيلومتر، ومن الجنوب قرية دوديان. تعرض القرية لسياسة التتريك في عهد احتلال العثماني، وسبب قربها للحدود التركية وعاولها من الملاكين مساحات واسعة من الأراضي، وخصوبة تربتها الغنية ومكانها الاستراتيجي. تشتهر القرية بزراعة القمح والشعير والعدس والكمون، ومساحات صغيرة من الكروم، العنب والتين والفستق الحلبي والزيتون، وتربية المواشي ودجاج البلدي. في مراحل تغيرات في شمال السوري، تعرض القرية إلى تخريب وتدمير لعدة مرات، إلى نزوح منها والعودة. في كل مرة يتم نهب محتويات القرية من آليات وعفش ومستودعات الحبوب المواسم، وخاصة أثناء سيطرة داعش. تعرض الأهالي إلى ضغط كبير على يد من تطبق الشريعة الإسلامية المسيسة بتوجيهات من الأتراك، والهدف منه تفريغ القرية من سكانها الأصليين وتسكين غرب من كافة أنحاء مناطق سوريا. وبعد انسحاب داعش ضمن اتفاقيات بينهم وبين الأتراك، ازداد المعاناة من ضغط واعتقالات، مما اضطر نسبة من الأهالي للخروج من القرية والتوجه إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا، وقسم إلى مناطق الجزيرة. معلومة من أحد أشخاص سكان المنطقة، وأنا ألقيها بصوت محمد الأحمد، والشكر للمحامي علي عبد الله كولو.